بما اننا وصلنا لفترة المراجعة النهائية، فحبيت اقدم لكم شوية نصايح عن كتب المراجعات النهائية وازاي تحل الكتب وتطلع باقصى استفادة منها. وخلي بالك برضو الفكرة مش في عدد الكتب، الفكرة في انك تستفاد من الكتاب. كمان هقولك على اهم التريكات تعملها وانت بتحل عشان ما تضيعش اكتر قدر من الاسئلة، وكمان هقولك على كل حاجة تعملها وانت بتحل، وكمان تنظيم الوقت. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان نستمر في نشر الفيديوهات باذن الله. مبدئيا كده، الكتب اللي انت تشتريها في كل ماده، عندك في ماده زي مثلا العربي، انا عن نفسي في ماده العربي اشتريت كتاب مستر محمد صلاح لان الكتاب كان فوق الوصف، خصوصا في القراءه والنصوص، وكمان كنت بسمع الفيديوهات بتاعته وهو بيحل عشان اشوف طريقه الحل دي. كان في العربي اشتريت كتاب مستر محمد صلاح، وعندك كتاب كيان وكتاب الاضواء. كتاب كيان انت ممكن تستفاد منه في النحو على اقصى قدر، لان النحو جايب فيه تريكات كتير. يعني مثلا جايب على التمييز اكتر من سؤال، يعني اكتر مثلا من 50 سؤال، وعلى الحال وعلى هكذا. يعني مثلا كل درس تلاقيه معدل لك مثلا 50 60 سؤال، ويجي بقى بعد كل ده مجمع لك مثلا يقول لك على الوحده السادسه على الوحده السابعه مثلا بال100 سؤال. فانت هتستفاد منه في النحو جامد دون. برضو بالنسبه لكتاب كيان، كتاب الاضواء هتستفاد منه في برضو ان هو السنه اللي فاتت كان عامل حاجه اسمها الالفيه في النحو، يعني كان عامل 1000 سؤال في النحو، ودول كانوا في نهايه الكتاب. فانت اول لما تجيب الكتاب كده شوفه في اخره، لان انا اصلا حليت كل اللي في الاول وما بصيتش على اخر الكتاب، وطلع ان ال1000 سؤال دول في اخر الكتاب وممكن تستفاد منهم اقصى استفاده. فعندك كده مبدئيا كده في العربي عندك كتاب كيان، كتاب الاضواء، وكتاب مستر محمد صلاح. كتاب مستر محمد صلاح انا بنصحك بيه حتى لو انت بتاخدش معاه، لكن هاته لان الكتاب فيه تريكات جامده جدا وهتفرق معاك، خصوصا في الادب، في النحو، في البلاغه، في النصوص، في القراءه، في كل الكلام ده. ولو انت مش مشترك معاه بسمع فيديوهاته اللي هو ممكن ينزلها لك في ليالي الامتحان برضو، اللي هي مثلا مراجعه الادب كامل في 5-6 ساعات، مراجعه النحو كامل، وهكذا. فدي اهم الكتب اللي انت ممكن تشتريها في العربي. طيب ما تشتريش ايه في العربي؟ ما تشتريش كتاب الامتحان في العربي. كتاب الامتحان يعني بيهلوس كتير، ممكن يجيب لك اسئله مقالي كتير. فهي دي الفكره في كتاب الامتحان. كتاب الامتحان في زمايلي جابوه ولكن محدش استفاد منه نهائيا. طيب ده بالنسبه للعربي. عندك ماده برضو زي ماده الانجليزي، عندك كتاب المعاصر، ده اساسي في ماده زي ماده الانجليزي، وكتاب ماي نيو فريند. انت بقى لو انت خلصت الكتابين دول، عندك كتاب زي الجيم، ممكن تبقى تصور منه جزئيات مثلا اللي هي بتبقى منزل 20 امتحان في الاخر، ممكن تصورهم على بعضهم وهكذا. دوام برضو في الانجليزي. طبعا انا بقول لكم اسماء الكتب سريعا عشان في الاخر هقول لكم على اهم التريكات وانت بتحل اصلا، ودون يعني اهميه الفيديو تكمن في نهايته. المهم، عندك بقى في الثلاث مواد العلميه، كيمياء، فيزياء، احياء. لو انت رياضه طبعا ما فيش غنى عن كتاب المعاصر، وهو كتاب المعاصر يعتبر اللي هو رائد الساحه في الرياضه. عندك في الكيمياء والفيزياء والاحياء اللي لازم تجيبه عشان ربنا يكرمك يعني في اخر السنه، كتاب الامتحان. كتاب الامتحان اسئلته بتبدا من متوسطه وسهله واللي هي مستويات عليا، فكتاب الامتحان ده لا غنى عنه في ثانويه عامه. عندك بقى في الكيمياء كتاب الامتحان وكتاب مندليف او كتاب الوافي، يعني انت ممكن تختار بين مندليف والوافي. وعندك برضو كتاب التفوق. لو انت مش امكانيه انك تشتري اكتر من كتابين، ممكن تحط الكتاب التالت على التابلت وتبدا اللي انت تحل منه. عندك في ماده زي ماده الفيزياء، عندك كتاب الامتحان اساسي زي ما انا قلت لك، ونيوتن اساسي برضو، لازم تجيب كتاب نيوتن. كتاب نيوتن انا بحل في اخر السنه، في امتحان اخر السنه اكتشفت ان اصلا في سؤالين او 3 اسئله متشابهين جدا مع اللي كان حاططهم، وحلتهم لان انا كنت حللهم قبل كده فيه. فكتاب نيوتن لا غنى عنه برضو في الفيزياء ثانويه عامه دفعه 2025. عندك بقى ممكن تجيب كتاب زي كتاب الوافي، او كتاب اللي هو بينزله مستر احمد بركه برضو. الكتابين دول ممكن يعني انت تختار بين او بين، فما رشحلكوش كتاب منهم، لكن لما ينزل السنه دي ونشوف الكتب انهي كتاب مأدي اعظم. يعني مثلا في كتاب بيقوم ممكن السنه اللي فاتت يكون وحش والسنه دي يكون اتطور، فلما نشوف الكتابين دول انهي واحد فيهم هيتطور هنقول لكم برضو في الفيديو الجاي، او نبلغوا على جروب التليجرام. ده بالنسبه للفيزياء. عندك في الاحياء كتاب الامتحان، وعندك كتاب التفوق. كتاب التفوق برضو في الاحياء بيأدي عظمه جدا، وكتاب التميز. عندك الثلاث كتب دول لا غنى عنهم. برضو عندك كتاب دكتور احمد الجوهري، ممكن انك تجيبه وتشترك معاه تشوف الفيديوهات بتاعته. برضو لو مفيش امكانيه مش مشكله، بس كتاب الامتحان اساسي، وكتاب التفوق والتميز. ده بالنسبه للاحياء. احنا كده يعتبر قلنا لكم اهم الكتب في كل ماده. الكتب اللي انت ما تشتريش في كل ماده، قلنا في العربي ما تشتريش كتاب الامتحان،
وقلنا في الانجليزي ما قلناش حاجه في الانجليزي طبعا، لان هو اصلا ما فيش غير الثلاث كتب اللي احنا قلنا لكم عليهم. عندك بقى في كتاب اسمه العمالقه اللي هو الجيانتس ومش عارف ايه، فمالكش دعوه بالكلام ده. عندك كتاب المعاصر الاساسي وماي نيو فريند، او وتجيب مثلا تصور اكتر من 20 امتحان في كتاب الجيم. عندك في الكيمياء الكتب كلها حلوه في الكيمياء، لكن الكتاب اللي لازم تهتم بيه هو الامتحان والتفوق ومندليف او الوافي، انت بتختار ما بينهم. وكذلك في الفيزياء كتاب الامتحان وكتاب نيوتن، ومثلا لو انت مشترك مع حد على المنصه هات كتابه برضه. وكذلك في الاحياء الامتحان والتفوق والتميز، واي حد انت مشترك معاه. انت كده بتعدلك في 3 كتب و4 كتب في كل ماده. طيب احنا كده قلنا الكتب اللي انت تشتريها في كل ماده. ايه اللي نعمله عشان ربنا يكرمنا في الكتب دي وكمان نقدر ان احنا نأدي اكتر حاجه؟ الفكره في الكتب هي ان انت مش تحل اكبر قدر ممكن. يعني انا واحد من الناس حليت اكتر من 5 كتب في كل ماده، وجبت الكتب اللي نزل على كل الساحه، واي حاجه كانت بتيجي PDF، اي حاجه بتتبعت اونلاين كنت بحلها. الفكره هنا ان انت تستفاد بالكتب دي. اول حاجه في حل كتب المراجعات النهائيه، ما تبصش ما تجريش تبص على الاجابات قبل ما تحل، لان ده هو الاكبر غلط، انت كده تدمر نفسك. دي النصيحه رقم 1. النصيحه رقم 2، حاول ان انت تذاكر كويس جدا قبل ما تحل في كتب المراجعات النهائيه. ما تجيش بقى على مذاكرتك القديمه اللي هي مثلا من شهر 10 ولا من شهر 12 وتيجي تحل لي في الكتب. انت كده بتدمر نفسك وبتضيع كتب. يعني كتب انت لما حطيت فيها قلم خلاص، الصفحه دي انا حطيت خلصتها، الصفحه اللي بعدها تلاقي نفسك الكتاب معاك خلص وانت ما استفدتش منه اي حاجه. فذاكر كويس جدا قبل ما تحط قلم في كتب المراجعات النهائيه. النصيحه رقم 3 هي ان انت ما تقولش لحد من زمايلك انا حليت كتب كذا وعملت كذا، لان برضه زمايلك مهما كانوا هتلاقي اللي مقصر واللي متوسط واللي ممكن يخبي عليك. فانت ممكن حد اصلا يكون بيحسدك وانت مش واخد بالك. فنصيحه، خلي الكتب او الحاجات اللي انت بتعملها جوه نفسك، وما تقولش لحد انا عملت كذا عملت كذا، حتى لو كان صاحبك المقرب قول له الحمد لله ربنا كرمني وخلاص. النصيحه رقم 4، وانت بتحل على التابلت يا ريت ما تحطش كتب على التابلت خالص. انا قلت لك في بدايه الفيديو حط مثلا كتاب لو انت مش مقدرتك تجيبه، لكن انا دون في اقصى الظروف، يعني مفيش خالص، مفيش فلوس خالص في البيت ومفيش ماديات خالص، الجا للطريقه دي. لكن لو انت في فلوس ما تلجاش للطريقه انك تحط كتاب على التابلت، لان لو حطيت كتاب على التابلت هتيجي تفتح التابلت عشان تجيب الكتاب، هتسرح شويه في السوشيال ميديا، هتسرح شويه هنا. فنصيحه، ما تحطش كتب على التابلت نهائيا غير للضروره القصوى، لان كتب على التابلت هي هتدمرك حرفيا. وكمان لما انت تجيب كتاب على التابلت حاول تجيب اجاباته، عشان بعد ما تخلص انك تحل الكتاب يعني تبص على الاجابات وتشوف انت غلطت في ايه. النصيحه رقم 5، بعد ما تخلص حل شوف انت غلطت في سؤال ايه وعلم عليه وهاته من كتاب الشرح، وابدا انك ذاكر الجزئيه بتاعته كويس جدا. كمان هات نوتة واكتب فيها كل الاسئله اللي انت غلطت فيها عشان تبقى ترجع لها في اخر السنه. دي من اهم الخلاصات او الزبد زي ما بيقولوا في كتب المراجعات النهائيه دي، والله العظيم والله العظيم من خلاصه تجربتي انا في ثانويه عامه. النصيحه رقم 6، حاول وانت بتحل تكون بتحل ببطء جدا وبتفهم شديد للسؤال. يعني مثلا ما تجيش السؤال سؤال كذا كذا وتقوم جاي حله بسرعه وتقوم جاي غلطان فيه، ما انت هتندم لو انت بصيت على اجابته لقيتها غلط، هتقعد تقول انا مستواي اقل انا مستواي مش عارف ايه. ذاكر كويس جدا زي ما انا قلت لك، وكمان وانت بتحل ركز على السؤال كويس جدا، شوف هو عاوز منك ايه. طبق القانون مثلا لو في الفيزياء، شوف بص هتوصل معاه لاخر حاجه وطلع الاجابه تمام 100%. في اسئله طبعا بتكون مستويات عليا، فالاسئله بتاعت المستويات العليا دي نشوف برضو فكرتها، لان المستويات العليا هجيلك برضو في اخر السنه. فركز على كل سؤال. طبعا انت لو غلطت في سؤال وانت مركز فيه كويس جدا ومذاكر الماده قبل ما تحل، فاكتب السؤال ده في نوته وشوف فكرته واكتبه في النوته عشان تبقى ترجع له في اخر السنه. كمان النصيحه رقم 7، بعد ما تخلص حل لو في مثلا متوفر للماده اللي انت بتحلها دي حاجه على الاونلاين شرح، يعني مثلا السؤال ده موجود له شرح، يعني مثلا سؤال في الفيزياء في الدينامو مثلا، السؤال ده انت غلطت فيه وشفت على اجابته برضه انت مش فاهم، ارجع لليوتيوب وهات اليوتيوب شوف مدرس بيشرحه وهات المدرس وابدا انك شوف فكرته، عشان لما تشوف فكرته مش هتنساها تاني ابدا. الحاجه اللي انت بتدورها وبتسعى لها هي دي يعني الحاجه اللي انت يعني مش تنساها ابدا. دي اهم النصايح لكتب المراجعات النهائيه. طبعا رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون رمضان سعيد عليكم. كمان
في الاخر يعني كده النصيحة الاهم، ما تحلش او ما تذاكرش بعد الفطار، لان انت جسمك هيكون تقيل وهتكون عاوز تنام، فانت لو نمت مش هتصحى اصلا غير على السحور. فنصيحة بعد الفطار حاول انك تفرفش كده واطلع على التراويح، وارجع من التراويح ذاكر لك ساعة وبعدين نام لو انت محبين النوم في الليل. لو انت تحب السهر كمل سهر لحد الفجر ونام من الفجر لحد الظهر. بس كده، دي كان اهم النصايح في كتب المراجعات النهائية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش انك تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. بس كده.